بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده انا بنضف سمك. السمك ده نوعه ايه؟ السمك ده نوعه مرجان، من انضف انواع السمك اللي ممكن تاكليها. هو حجمه مش كبير قوي معايا النهارده، بس جميل جدا جدا. انا بحب الحجم ده قوي. طعمه بيبقى حلو. عايزه اقول لكم ان الجمبري ده يعني كنت اقول لكم المرجان ده بيتغذى على الجمبري، يعني بتاكليه اكنك بتاكلي جمبري بالظبط، طعم وريحه ولون وكل حاجه. يعني بصي تحفه. انا من عشاق المرجان بجد. هنا نضفته وغسلته كده بشوية زنجبيل وشوية ملح وليمونة. هو مش زفر خالص، هو بقولك هو نفس طعمه وريحة الجمبري، فما بيحتاجش غسيل كتير. هي مشكلته بس في التنظيف يعني، بس انا عشان شفته بس مع حد كده في الشارع فلقيته فعجبني قوي شكله وريحته كانت حلوة قوي فجبته. نضفته بالشكل ده كده، وهعمله بقى بطريقة حلوة كده. هقليه كده بطريقة حلوة كده وجميلة بجد، هتعجبكم قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. هنعمل تتبيلته ليمون وفلفل احمر ونص طماطمايه كده. طيب الطماطم لازمتها ايه في التتبيله؟ الطماطم بتديله طعم وتسكيره كده، طعمها حلو جدا. وفلفل اخضر وبهاري بقى، وتوم اكيد. وبهاري بقى البهارات اللي انت بتحبيها. بجد اللي ما يعرفش انواع الجمبري دي او نوع المرجان بالذات وهيجربه هيعجبه جدا. هنا حطيت انا بقى شوية توم بودرة وبصل بودرة كده على بعض، وشوية كمون وشوية كركم. زودي الكركم حبة عشان انا عايزاه يطلع لونه اصفر كده جميل، كهرمان كده حلو. وشوية كمون وملح وفلفل وشوية حد يقول معايا بابريكا، وطبعا ملح. دي تتبيلته حلوة جدا وسهلة جدا. انا هضربها كلها في الكبة وبعد كده هحطها على المرجان. انا كنت ناسية البابريكا فحطيتها، بس زودي شوية الكركم عشان انا عايزاه اللون الاصفر كده الحلو كده. وده معلقة بقى ايه بهارات من اللي انا كنت عاملاها من قشر جمبري، ودي شوية كزبرة. عايزة اقولك شايفين بقى منظر التتبيلة عاملة ازاي؟ جميلة جدا. يلا تبليه بقى وسيبيه شوية لغاية ما التتبيلة كده تدخل فيه، وبعد كده بقى ايه نقليه مع بعض بالشكل الجميل ده. طيب هنا هنعمل بقى الرز. انا عامله 3 كوبايات رز لان السمك بياكل، فعملت 3 كوبايات رز. هحط عليهم 3 كوبايات ميه. يا جماعه في ناس كتيره قوي ما بتعرفش تظبط الرز معاها وبيطلع معجن، فكوبايه الرز المصري دي بتاخد كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه. فانا عملت 3 كوبايات، هحط لهم 3 كوبايات زيهم. الوصفة دي للي ما بيعرفش يعمل الرز. هنا الرز غسلته حلو جدا، حطيت عليه كوبايتين مية وهحط كوباية لبن. طيب في اللبن على الرز كده عادي مع الاسماك، ايوه بيبقى جميل جدا، يعني بتحس ان انت بتاكلي طعم في حتة تانية خالص. ومعلقة ملح وخلاص على كده. نزلته كده على النار، حطيته كده على النار وبدأت بقى ان انا اسويه. حطيت معاه معلقة زيت ومعلقة قشطة. حلو جدا كده. هنا بقى هتبل السمك كده، هحط على الدقيق نفس اللي انا البهارات اللي انا حطيتها على السمك. وهجيب كده بولة فيها مية وهنزل فيها السمك بعد ما بتبله، بعد ما بحطه في الدقيق عشان لو في اي دقيق زيادة ينزل ما يحرقليش الزيت وبيوصهولي. ماشي بالشكل ده كده. شرايح الليمون الموجودة في الزيت دي برضو بتفتح لون الزيت وما بتخليش اي شوائب تمسك في السمك او اي شوائب موجودة في الزيوت. بالشكل ده حاجات بسيطة جدا بتخلي الاكل معانا طعمه حلو والسمك بالذات يعني بتخلي بالك من زفارته عشان ما تحسيش بزفارته. بس المرجان في حتة تانية خالص. يعني المرجان طعمه جميل ونفس طعم الجمبري بجد، لان زي ما قلتلك ان هو بيتغذى على الجمبري اصلا، فطعمه وريحة وشكل كله جمبري مفيش كلام. بالشكل الجميل ده. اللون ده جاي من الكركم،
اللون الحلو ده جاي من الكركم. هنا خلصنا الوصفة الجميلة دي وهنغرف بقى. طبعا انا عاملة معاها سلطة خضراء، اعملي بقى معاها اللي انت عايزاه، سلطة خضراء، طحينة، بتنجان، اي حاجة من دي مش هتقولك لا. هنا هفتح لكم واحدة كده اوريها لكم. شايفين لون اللحم بتاعه عامل ازاي؟ الوصفة دي في قلبي مفيش كلام. حلوة جدا. تيجي نغرف بقى الرز. الرز طالع مظبوط جدا للناس اللي ما بتعرفش تعمل رز تاني. اللي كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، وبتسيبيه يتنقع شويه. النقع بيخلي الرز جميل ولونه فاتح كده وتحفه. يعني ما تقوليش لا ده انا هعمل على طول احط الميه تغلي واحط الرز فيها، لا، الوصفه دي مش حلوه خالص. انك تسيبي الرز منقوع كده في ميته او في اللبن بتاعه يعني نص ساعه او ساعه، حلو جدا والله العظيم، بتفرق جدا وجربيها. جرنشنا كده للطبق الجميل ده، يستاهل طبعا التزيين بحلقات بصل وحلقات ليمون كده حلوة. نغرف بقى الرز. هنا انا جبت كانت عندي كده القطاعات دي، فعملت بيها شكل حلو كده عشان يفتح نفس الاولاد على الاكل. طبعا احنا عارفين ان اولادنا كلنا ما ملهمش في الاسماك قوي، الاغلبيه فيهم ملهمش في السمك قوي، فحاولي حببيهم فيه. هنا هسوي كده الطبق، وبعد كده بقى هغرف بقى الطبق على بعضه، مديها شكل حلو جدا، شغل مطاعم من الاخر يعني كده. احب بقى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، بجد هتعجبكم جدا. شايفين الشكل حلو ازاي؟ يلا بقى احطي جنبه كده المرجان وشوية جرنش برضو من على الطبق ده. يا جماعة فعلا العين بتاكل قبل البق، والله العظيم اللي قال الكلمة دي ما كذبش والله. بتفرق جدا. وشوية سلطة خضراء وعيشي حياتك بقى. يعني بجد الأكلة دي زي ما قلت لكم في قلبي، أنا بحبها جدا. شايفين الرز أبيض وجميل ازاي؟ بتفرق جدا حركة النقع دي، لو جربتيها هتعجبك قوي. بتمنى بقى ان انتوا بتمنى بقى الفيديو ده يكون عجبكم بإذن الله. وبستنى بقى تعليقاتكم على الفيديو ولايكاتكم الجميلة. شايفين الحلاوة والجمال؟ حلو جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.